السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم الفيديو مالتنا راح نسوي بيه الكوبة الجريش المطبوخة بالعجينة المطبوخة، ونسوي بيه التشريب العراقي بالضلوع. طبعا معروف كلش طيب والكل يحبه، وأيضا الكل يعرف يسوي، بس أنا حبيت أشارككم اليوم وياي بالغداء. هسه تشوفون طريقته كلش سهلة وبسيطة وحلوة، وقدمناه بهذا الشكل. إن شاء الله يا رب يعجبكم التحضير والتقديم. هنا بنات عندي أني كوبين من الجريش وكوبين من البرغل، وعندي نص كوب من السميد. خلطتهم كلهم سوية، وراح أخليهم بهذا المي اللي هو 4 أكوابات مي كبار. بعد ما غلوا خليت لهم الملح، وهاي هنا عندي ما يقارب ملعقة صغيرة من الكمون، وخلطتهم. وراح أضيف عليهم الجريش والبرغل والسميد، وأبقى أخلط بيهم إلى أن يمتص كل السوائل هذه الموجودة. هنا بدأت عند السوائل تقل، وشفته يحتاج بعد مي راح أضيف له. بس هنا بنات أنا قللت درجة الحرارة، يعني شلون كأنما خليناه على التهدير حتى ما يحترق. درجة الحرارة تكون أقل من المتوسطة على نار يعني كلش هادئة. بدأت تتفتح عندي حبوب الجريش والبرغل والسميد، ونشف عندي المي. هاي ضفت له كوب، يعني صار عندي هسه 5 أكواب من المي. ونظل نقلب بيه إلى أن ينشف المي حتى ما يحترق، واتركه شوية على التهدير. هنا نشف عندي المي، راح نقلبه شوية ونخليه يبرد، ونكمل العجينة مالته. وأشوف إذا احتاج مي أخلي له، يعني أضيف له مي مرة ثانية. هسه هنا بنات هسه راح نروح نسوي اللحم اللي راح نحشي بيه الكبة. هنا عندي قدر، طبعا كمية اللحم الحشوة حسب ما تحبون انتو شقد تخلون، يعني قليلة هواية حسب الرغبة. هنا خليت الزيت، وبعد ما يعني غلى عندي الزيت خليت اللحم، وبعد ما نشف الماء مالته ضفت عليه الملح. هنا عندي 7 بهارات ضفت له نص ملعقة صغيرة، وعندي كاري هذا نص ملعقة، وكركم هم راح أضيف له نص ملعقة، وفلفل أسود أيضا أضيف له. هاي عندي الفلفل الأسود. ونقلب المواد كل زين حتى تتشوح كل المواد. هنا عندي حبتين بصل كلش كبار، طبعا ضفتهم إليه لأن عندي اللحم أنا هنا هواية أكثر من 1.5 كيلو. هم نقلبه إلى أن يستوي ونتركه. طبعا البهارات حسب الرغبة وحسب الكمية اللي انتو تحبوها. هنا بنات كملت العجين وضفت له مي كوب، وصار عندي بهذا الشكل. هنا عندي كملت العجينة، وصار كمية المي 6 أكواب من المي ضفتها إلى هسه. بعد ما كملت راح نكور العجينة ونحشيها كوبا. طبعا هنا بنات أنا الجفوف بالعجينة كلش ضوجتني، وهسه راح تشوفوني ما أكمل بيها، يعني راح أنزعها لأن
بدت يعني تطلع من ايدي، تنزل، ما قدرت اكمل بيها شغل. طبعا سويت حجمين، حجم كبار وحجم صغار. الكبار راح نشوفها اليوم بالغداء، والقسم الثاني الصغار راح اسوي بيه حامض شلغم. من اسوي حامض شلغم اضيف عليها هاي الكبة لان حجمها صغار. طبعا سويناها بهذا الشكل، الكل يعرف شلون يكور الكبة. هاي على حجمين، حجم صغار وحجم كبار. شوفوا بنات شلون تنفتح بسرعة، تنفتح بالايد لان عجينتها كل زينة. وما يصير يعني هاي العجينة من تسووها ما يصير سائلة، لازم تكون متماسكة زين حتى تقدرون تشتغلون بيها. حبايب اللي دخل على قناتنا جديد وحابب يشترك ويانا، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى كل شي جديد ينزل أول بأول. طبعا كل الكمية سويتها بهاي الطريقة، وبعدين تركتها شوية لأن جفت وتماسكت. غلفتها ببلاستيك غذائي وخليتها بالثلاجة حتى تتماسك كل زين. وبعد ما تتماسك أخليها بأكياس وأضمها بالمجمدة. هسه تشوفون يعني شلون أني لفيتها. هنا كملت عندي هاي أول مجموعة، خليتها بالثلاجة. بس قبل لا أدخلها الثلاجة لفيتها بهذه الأكياس الغذائية، بلاستيك غذائي، حتى شنو من تجمد عندي بالثلاجة وطخ واحدة بالثانية ما يلتصقن، وبعدين من أطبخها تتكسر وتنمرد عندي. فأخليها بهذا الشكل على مود أحافظ عليها تبقى ما عليها شي. حتى لو يعني بهذا الشكل رأسا ألفهم هيك بهالحالة هذه وأخليهم بكيس، ورأسا بالمجمدة ما عليها شي، حتى لو طخ واحدة بالثانية لا تنكسر ولا تلتصق. فأنا دائما أحافظ عليهم بهاي الطريقة. وبنات وهي طبعا ما تاخذ وقت هواي بالطبخ، لأن طبخناها احنا العجينة اللي قدام، فمن راح نسوي السوب مالتها ما راح تاخذ من عندنا وقت هواية، من 5 إلى 7 دقايق بعد ما أضيفها على السوب مالتها. يعني أطفي درجة الحرارة عليها. هنا عندنا تشريب اللحم اللي راح نسويه، عندي هاي الضلوع، جهة من الضلوع كاملة راح نسويها تشريب. قطعناها بهذا الشكل وغسلتها بمي بارد وتخلصت من كل الرواسب اللي بيها، وخليناها بقدر على الطباخ. طبعا أنا أول شي أخلي لها مي إلى أن ينشف، ونشوح اللحم وخلي وياه بصل ونمو بصرة وبهارات، وأضيف عليه مي وتكون الطبخة مالتنا كملت. هنا عندي المي نشف وبدينا نشوح اللحم، ضفت عليه هاي حبة بصل كبيرة، وعندي هنا بهارات الصفرة أو الكركم والكاري هم ضفت لها، وهاي عندي نم بصرة أو الليمون الأسود حسب ما تسموه. هاي تردون تخلوه بهذا الشكل، تردون تكسروها وتنظفوه من الحبوب وتضيفوها حسب ما تحبون. هنا قلبناه على مود يشوح كله من كل الجهات، وبعدين راح أضيف له المي.
عندي خليت له هم شوية تقريبا ما يقارب ملعقة صغيرة من السبع بهارات حتى ما تظل عندي زفرة باللحم. وضفنا له المي. هنا راح اتركه شوية بس يغلي اشيك عليه. هنا حبايب بعد ما غلى هذا هنا بدا يغلي. راح بس اقلبه واقلل درجة الحرارة مالته، خليه على التهدير واتركه يستوي على راحته. ما راح ياخذ من عندي وقت، لانه اول ما يفور اي طبخة عندك بيها لحم اول ما تفور بس قللي درجة حرارتها راح تستوي على السريع، ما تاخذ من عندنا وقت. هنا عندي استوى التشريب. راح اضيف عليه كوب من الحمص المسلوق وكامل يعني مستوي. كوب حجم يعني كبير ضفته عليه. وهسه راح نسوي الكبة. هنا عندي حزمة من السلق أنا غاسلتها كل زين وثرمتها بهذا الشكل، وراح أخلي عليها حبة بصل مثرمها ناعم وأشوحهم، وبعدين أضيف عليهم معجون الطماطة وأضيف عليهم التشريب، وبعد ما يغلي راح أضيف عليهم الكبة. هسه هنا أنا خلي القدر وخليت بيه زيت وضفنا عليه البصل بس شوية نشوحه على السريع على نار عالية. بس يذبل أضيف عليه الثوم، حبتين ثوم أو فصين ثوم، راح أقطعهم بهذا الشكل ونقلبهم. بس تطلع ريحة الثوم عندي أضيف عليهم السلق. هسه راح نقلبه. هنا ضفنا السلق عندنا، هم راح نشوحه زين إلى أن يذبل وتروح السوائل من عنده. أضيف له المعجون مال الطماطة. هنا راحت كل السوائل وبس شفته يحتاج زيت ضفت له. طبعا أخذت من الزيوت اللي طالعة بالتشريط، شفت بيه لأنه اللحم غنم ودسم كلش فصار بيه هواي زيوت. خليتها على البصل والسلق على مود أشوح بيه المعجون مال الطماطة. هسه راح نطبخه كل زين وتطلع ريحته، يصير عندنا نكهة المعجون كلش طيبة إذا شوحناه زين. هسه راح أضيف له التشريب. بنات إذا ما متوفر عندكم التشريب عادي تخلون مي عادي هم يصير طيبة، بس إذا تشريب لحم يصير بعد أطيب. أي بهارات ما تحبون تضيفوها تقدروا تشيلوها، يعني مو لازم أي شي أنا خليته انتو تخلوه. وإذا تحبون تضيفون شي هم تقدرون تخلونه. كل واحد ويحب يطبخ الطبخة مالته حسب ما تعجبه. بس أنا حبيت أشارككم يومي وطريقة طبخي بهذه الأكلة مالتنا. أنا ضفت له القليل من الملح لأنه التشريب بيه ملح، وضفت له فلفل أسود شوية. يعني الفلفل الأسود هنا يخلي طعمه كلش طيب ويا الكبة. وبعد ما يغلي راح أضيف عليه الكبة. طبعا ما تاخذ وقت من عندنا هواية مثل ما قلت لكم، لأنه العجينة احنا طابخيها وحشيناها. هنا أنا بنات بعد ساعة طلعتها من الثلاجة، شوفوها كلش متماسكة.
وراح نضيفه على السوب مالت الكبة أو تشريب الكبة حسب ما تسموها انتو. لا أنا هواي ضفت كمية بس ما صورتها لكم، بس هذه اللقطة. ما راح ياخذوا من عندنا وقت هواية، من 5 إلى 7 دقائق، لأنه عندنا التشريب مال الكبة مستوي كامل كله 6 والسلق مستوي، فما ياخذ من عندنا وقت هواي. وهذا السمك اللي يعني صار لا تخينة حيل ولا خفيفة حيل. هنا بنات الكبة من تستوي عندكم رأسا طلعوها من القدر وخلوها بصحن ثاني، وخلوه بالفرن مالت الطباخ أو كيفكم أي مكان على مود ما تنمرد. إذا غداكم يتأخر، وإذا الغدا لا، أول ما يستوي ويكمل تحضروا يعني تحضرون سفرتكم وتقدموا عادي، بس إذا يتأخر لا تشيلوه، لأن إذا تبقى هواية تنمرد. هنا بنات بدينا حضرنا الأطباق مالتنا وقدمناها بهذا الشكل. هنا عندي الكبة قدمناها بهذا الطبق على مود كل اللي يريد هو ياخذ من عنده الكمية اللي تكفي. وشوفوا هنا بنات شلون عندي الكبة كلش خفيفة، كلش خفيفة، شوفوها خفيفة وهشة حيل. لهذا السبب أقولكم طلعوها من تستوي من السوب مالتها. وقدمتها بهذه الطريقة السفرة مالتنا. يا ريت يا ربي تعجبكم ونال رضاكم. وقدمنا وياها شوية هاي الفواكه والخضروات، السلطة هاي البسيطة، والتشريب هم يعني خليته بصحن، وكل اللي يريد هو يخلي بالصحن مالته وياخذ الكمية اللي تكفيه ويا الخبز العراقي. طبعا التشريب مو طيب إذا مو ويا خبز عراقي. وهنا عندنا هاي الخضروات، الخيار وطماطة وبصل والبروكلي والشوندر والطماطة. وهذا كان غدانا، وألف عافية عليكم غداكم. ويا ريت يا ربي يكون الفيديو مالتنا اليوم عجبكم ونال رضاكم. وشكرا لكم لأن تابعتوا ووصلتوا وياي لهاي المرحلة. ويا ربي أقدم لكم الأفضل، وأشوفكم فيديو ثاني. شكرا للمشاهدة.